السلام عليكم، أتمنى حضراتكم تكونوا بخير. في محافظة بني سويف الصبح الناس كانت رايحة شغلها عادي جدا، وبالتحديد في موقف محي الدين الناس تبدأ تتفاجئ إن في ريحة وحشة جدا بدأت تطلع عليهم. الريحة كانت وحشة جدا لدرجة إن كل الناس خرجت من العربيات مش قادرين يستنوا السواق يمشي، وهنا الناس بدأت تسأل الريحة دي جاية منين. السواقين ما كانش في حد فيهم يعرف أي حاجة، فبدأوا هنا يدوروا الريحة دي جاية منين، وهنا يتفاجئوا انهم يلاقوا جثة ست مقتولة في ارض زراعية جنب الموقف. الناس طبعا كانوا واقفين مذهولين من جثة الست دي. الجثة دي كانت منفوخة بشكل مش طبيعي وامعائها كمان خارجة لبره، وعلى طول طبعا راحوا متصلين بالشرطة. الشرطة جالها بلاغ في 2019 18 اغسطس بالتحديد ان في جثة ست مرمية في أرض زراعية جنب الموقف، محدش عارف مين اللي قتلها ولا هي موجودة هنا ازاي. الشرطة على طول اتحركت لمكان الجريمة، وأول ما وصلوا طبعا بدأوا إن هما يمشوا الناس من المسرح، وبعد كده عرفوا إنها ست كبيرة تقريبا في السبعينات، وعرفوا كمان إن الست دي مضروبة على راسها بوحشية لدرجة إن عظم راسها كان متكسر. شالوا الجثة بعد كده وودوها للطب الشرعي، والطب الشرعي طلع تقرير وقال ان الست دي ماتت بسبب الضربات الكتير اللي اتلقتها على راسها، وده برضو كان سبب ان راسها مفتوحة نصين، ومفيش اي علامات تاني على جسمها من ضرب او تعذيب او اي حاجة. هنا طبعا الشرطة بدأوا انهم يعملوا التحريات بتاعهم وعايزين يعرفوا هي مين اصلا الست دي. ولحسن الحظ ان مع التحريات لقيوا ان كان في بلاغ، حد مبلغ ان الست الكبيرة دي مفقودة بنفس المواصفات بتاع القتيلة. بدأت هنا المباحث تعمل التحريات بتاعها، واول حاجة عملوها انهم يفرغوا الكاميرات اللي موجودة في الموقف وحوالين الموقف كله، ولقيوا ان الست دي كانت موجودة مع راجل اسمه مصطفى الغمراوي عنده 65 سنة، وكانوا واقفين مع بعض في الموقف. مصطفى ده كان فلاح وعايش في قرية زلطة التابع لمحافظة بني سويف. طبعا بعد ما خدوا صورته وعملوا عنه تحريات لقيوا ان مصطفى اصلا عليه 36 قضية متنوعة كان محبوس فيهم، يعني مجرم وشديد الخطورة. خد عندك بقى سرقة وآداب عامة وتحرش وكمان سلاح أبيض. وطبعا بعد ما شافوا الشخص ده وعرفوا اللي عليه، الشرطة عملت حملة أمنية وراحت مداهمة البيت بتاعه، وعلى طول قبضوا عليه. وأول ما سألوه عن الست اللي هو قتلها قال لهم أنا معرفش عنها أي حاجة، أنا أديلي أسبوع كامل ما خرجتش من البيت. لكن طبعا الشرطة وريته الشرايط اللي معاها وأثبتوا خط سيره بالكامل، وهنا بقى معرفش ينكر أكتر من كده، وقال أنا كنت شغال في الأرض بتاعتي ولقيت الست دي شايلة شنطة في إيديها وماشية، فرحت عشان أعرض عليها أوصلها. حاول ياخد منها الشنطة اللي كانت شايلاها، ولكن هي قالت له لا الشنطة مش تقيلة ولا حاجة، شكرا على ذوقك. وهنا هو صمم انه ياخد الشنطة ويوصلها لحد بيتها. وطبعا فضلوا يتكلموا مع بعض وهم ماشيين لحد ما دخلها مكان فاضي بعيد خالص عن الناس. طبعا الست دي كانت كبيرة في السن وملهية معاه في الكلام والحوارات، وأول ما خدت بالها إنه سحبها المكان مش معروف لسه كانت هتعلي صوتها وتصوت، ولكن راح ماسك قالب طوب من الأرض وضربها بيه على دماغها. وقعت على الأرض وكانت لسه في وعيها. وهنا قالت له حرام عليك أنا ست كبيرة سيبني أعيش. قال لها هاتي كل اللي معاكي، فطلعت كل الفلوس وكان معاها بس 100 جنيه، وكمان قلعت له الحلق اللي في ودانها، وقعدت تترجاه انه يسيبها ويمشي في حاله، وهي مش هتبلغ الشرطة ولا هتجيب سيرة لأي حد. ولكن هو بوحشية وبدون رحمة مسك قالب الطوب وفضل ينزل على راسها لحد ما عظم راسها خرج من بعضه. ولما اتأكد انها ماتت خد الشنطة وخد كل حاجة وهرب. وخليني بقى اقولك ان للأسف مش دي الجريمة الوحيدة للقتل ده. مصطفى ده كان عامل سلسلة جرائم على مدة 8 سنين كاملين، ولكن لما اعترف على الجريمة دي اللي كانت مثبتة عليه، هنا أجهزة الأمن بقى بدأت تربط الخيوط ببعضها، لأن الجريمة دي كانت متشابهة لجريمة حصلت من سنة واحدة بس. الجرائم دي كانت ملفاتها اتحفظت لأن البحث الجنائي ما قدرش إنه يوصل للي عمل كده. ولكن بقى لما فتحوا الملفات القديمة دي تاني، مصطفى هنا أنكر إنه
يعرف اي حاجة عن الجرائم دي وان ما عملش اي حاجة. ولكن لما هنا الشرطة بدأت تضغط عليه عشان تعرف هو عمل ايه، بدأ يعترف ويقول كل حاجة. قال ان الموضوع بدأ معاه من 2013 لما خرج من السجن وما كانش عايز يشتغل ويجيب فلوس بدون تعب وبدون مجهود، ولكن هو اتعرف انه حرامي في كل حتة، ولو سرق الشرطة اول واحد هيشكوا فيه هو. فبدأ بقى انه يفكر ازاي يجيب فلوس من غير ما يتقفش. كمان هنا مصطفى كان مفهم اهل بيته وكل اللي يعرفهم انه تاب وبقى يصلي الفرد بفرضه، وانه هيشتغل في الارض بتاعته ومش هيعمل اي حاجة تاني حرام. فالفكرة بقى اللي طلعت في دماغه انه هينفذ كل جرايمه عادي جدا، ولكن هتكون بره القرية بتاعتهم عشان محدش يشك فيه، وكمان الشرطة ما تعرفش تربطه بأي حاجة. كمان اختار نوع الضحايا بتوعه انهم لازم يكونوا ستات وسنهم كبير عشان ما يقدروش يقاوموه. واول جريمة عملها كانت في سنة 2013. ست في قرية جنبيهم قاعدة بتبيع قمح في الشارع، بتجيب شوال قمح وتبيعه. الست دي كانت على قد حالها وكانت على المعاش. وفي يوم بقى مصطفى قرب منها وراح قايل لها انه تاجر قمح ويعرف تاجر كمان كبير ومعاه فلوس كتيرة وممكن يساعدها عشان هي ست على قد حالها. طبعا الست هنا وافقت وقالت له يا ريت وديني ليه. اتفق انه هيقابلها بعد شوية جنب ترعة في مكان اسمه عزبة الشيخ بهلول. المهم ان الست وافقت طبعا وراح مستنيها في الفخ اللي كان عامله لها. واول ما الست وصلت طلب منها فلوس عشان يدلها على الراجل ده. قالت له انها مش معاها غير شوال القمح اللي بتتاجر فيه، وعلى طول وهي بتتكلم راح ضاربها على راسها، فتح لها دماغها واعتدى عليها جنسيا وراح كاتم نفسها لحد ما اتاكد انها ماتت. وبعد كده راح زائقها في الترعة اللي جنبيهم وراح سايبها وهرب. بعد ما هرب ب4 ايام الناس اتفاجئت ان في جثة في الترعة منفوخة، وعلى طول بلغوا المباحث طبعا جابت الطب الشرعي، والطب الشرعي اثبت انها مش ميتة من الغرق، ده في حد كتم نفسها وكمان اعتدى عليها جنسيا. لكن بقى اصلا الست دي ما كانتش من القرية هي كمان، ومحدش يعرفها غير انها ست بتبيع قمح وبتقعد جنب الجامع. المهم قعدوا يفرغوا كل الكاميرات اصلا كانت محدودة جدا، تقريبا ما كانش فيه غير كاميرتين والست نفسها ما كانتش ظاهرة فيهم. فبالتالي البحث الجنائي ما قدرش يوصل لاي دليل يعرفه على القاتل. حاولت الشرطة وفضلوا يدوروا على اي دليل ولكن ما قدروش يوصلوا لاي دليل. مصطفى هنا كان ناصح، كان عارف انه بعد اي جريمة ممكن يتشك فيه، عشان كده اي حاجة كان بيسرقها كان بيخبيها، وكمان ما كانش بيعمل اي جرائم تاني في نفس الشهر او الشهرين اللي جايين عشان ما حدش يشك فيه اكتر. ومصطفى هنا كان حريص جدا، ما كانش بيعمل اي حاجة في الفترة دي غير انه يطلع على الجامع يصلي ويفضل قاعد مع الناس يديلهم الموعظة بتاعته عشان يبين انه خلاص تاب، وبعد كده يطلع على الارض وبعدين يروح ينام. هنا طبعا مصطفى قعد يكرر الجرائم بتاعته لحد بقى سنة 2018 لما يقرر انه هيعمل جريمة تاني بشعة. مصطفى طالع من بيته عشان يروح عزبة جنبهم ولقي بقى الضحية بتاعته ست كبيرة قاعدة لوحدها في الشارع. وهنا راح يتكلم معاها وعرف اسمها الست سعدة، وعندها 81 سنة وقاعدة في بيت طويل عريض لوحدها ملهاش اي حد. وعرفته انها بتفضل قاعدة في الشارع من الصبح لحد بالليل عشان تتونس بالناس. وهنا بقى لمح حلق كان الست دي لابساه، اوهمها ان هو بيساعد الناس الفقيرة وانه عنده اكل كتير وخزين في بيته وتيجي تاخد اللي هي عايزاه. الست هنا صدقته لانها كانت بسيطة جدا ومحدش بيصرف عليها، وفرحت وقالت له يلا بينا، لحد ما سحبها في قرية اسمها منشأة حيدر لحد ما جابها في مكان ما فيهوش اي حد. وهنا سحب على طول الحلق من ودنها وراح خانقها، وبعد كده رماها في الترعة وكالعادة
راح راجع البيت. الناس بعدها بكذا يوم الجثة طلعت على الوش، ولقيوا ان في جثة منفوخة وريحتها وحشة جدا. فعلى طول طبعا بلغوا الشرطة، والشرطة على طول استدعت الطب الجنائي، وبعد ما جم اثبتوا انها برضو مخنوقة ومرمية في الترعة. هنا بقى مصطفى روح مكانه، ومصطفى كالعادة راح على البيت ولكن باع الحلق في سكته، وفضل يعمل نفس اللي بيعمله ده لحد ما جاء وقت الجريمة بتاعتنا. مصطفى بقى هنا ما طولش في الجريمة بتاعته، كان عايز فلوس بأي طريقة، فراح يشوف ضحية تانية. وفي 2019 لقي ان ضحيتها اسمها فايزة وعندها 60 سنة، كانت قاعدة جنب عمود وعمالة تعيط. فلما راح سألها وقال لها مالك يا ست بتعيطي ليه، قالت انها مش معاها اي فلوس تصرف عليها ولا على ولادها، وانها عايزة تشتغل اي شغلانة حتى لو خدامة في البيوت مقابل بس انها تعرف تعيش. والست دي كانت من مركز اطفيح وده التابع لمحافظة الجيزة. فضل يتكلم معاها ويهديها، واوهمها انه يعرف شخص اسمه شريف جنبهم في قرية، والشخص ده بيدي فلوس للناس المحتاجة وكمان بيوزع عليهم لحمة. هنا طبعا هي فرحت وصدقته، وقالت ممكن الراجل ده يساعدها وكمان يشغلها في اي شغلانة. وبالفعل مشيت معاه لحد ما وصلوا جنب ترعة معينة، وهنا قال لها طلعي كل اللي معاكي. قالت له طبعا انا مش معايا فلوس، لو معايا فلوس ايه اللي هيجيبني من الجيزة لحد هنا عشان اشتغل. هنا طبعا هو فتشها حتة حتة، ولما ملقيش معاها اي حاجة وقعها على الارض واعتدى عليها، وبعد كده راح كاتم نفسها وبرضه رماها في الترعة. في الجثة بلغوا الشرطة، ولكن بقى المختلف ان كان في ناس مبلغة عن اختفاء الست دي. الست دي كانت كبيرة فمحدش هيطمع فيها، وكمان كانت ست فقيرة فما عندهاش اللي يسرقها، ولا عندها خلافات مع حد فمحدش عايز يقتلها. ولكن الشرطة هنا لاحظت ان التلات جرايم والتلات ستات اللي ماتوا كانوا كبار في السن وبنفس الطريقة. 2 منهم اعتدى عليهم ورماهم بعد ما كتم نفسهم، والتالتة كتم نفسها وراح رميها على طول. مصطفى هنا بعد ما اطمن ان محدش ماسك عليه اي حاجة قرر بقى انه يعمل الجريمة بتاعته الاخيرة، ولكن هو ما كانش يعرف ان الجريمة دي بالذات هيتمسك بيها. الغريب بقى انهم بعد ما قبضوا عليه الشرطة هنا بدأت تسأل الناس حواليه هو كان بيعمل ايه. الغريب اكتر ان الناس كانت بتقول انه لا ده شيخ، ده من بعد ما طلع من السجن تاب وكان بيروح يصلي الفرض بفرضه ويرجع يقعد يدي دروس للناس. واللي ما كانش حد عارفه انه هو بيعمل كده كستار بس يستخبى وراه. في 2019 اتحكم عليه بالاعدام، وفي 2021 نفذوا فيه الحكم. اتمنى يا صديقي القصة تكون عجبتك، ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك، واشوفك على خير ان شاء الله في قصة جديدة، وسلام.